ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم لسه وصفات سهله وبسيطه. هنعمل بقى النهارده كحك العيد التحفه الدايب دوب بالسمنه البلدي. حاجه كده فظيعه ما شاء الله، ماسك نفسه. بصوا يعني هو الواحده بوحدتها، بس تحطيها في بقك كده تدوب دوبان. بصوا لونه جميل ازاي، لونه اللي هو الدهبي الفاتح. وهقسم لكم واحده كمان من قدامكم، شوفوا قد ايه هي مرمله وما شاء الله مستويه من جوه، مش معجنه ولا اي حاجه. بصوا رمله. بص مرملة وجميلة ازاي، وكمان مورقة ما شاء الله. ما شاء الله عايزة اقولكوا تحفة يعني. ومعمول بقى يعني حاطة سمنة بلدي مع زبدة. بصراحة النتيجة دي ادت نتيجة حلوة قوي. تعالوا بقى نشوف عملناها ازاي. جبنا زبدة بلدي اللي هي سيحناها. حطيت بتاع حوالي ربع كيلو وشوية، وحطيت بردك زبدة صفرا ربع كيلو وشوية. اول ما دي ساحت يا دوبك حطيت دي وطفيت عشان مش عايزاها تقعد على النار وتسود. وهنسيب بقى السمنة تبرد عشان مش هنحطها احنا هي سخنة، احنا عايزينها تبرد. فسيبتها بقى خلاص يسيحوا مع بعض وسيبتها شوية، وبعد كده بقى نشوف هنعمل ايه. كده بقى معانا كيلو من الدقيق، مسكته نخلته كويس جدا، وهحط له ربع معلقة من الملح او رشة ملح، معلقتين كبار من السكر، واحط لها معلقه كبيره من النشا. ودي مهمه قوي، مش هتخليه يلبق كده في بقك، بالعكس هتخليه مرمل وجميل. دي معلقه كبيره من ريحه الكحك. لو عايز تحطي لها محلب حطي لها، تشيلي معلقه الكحك وحطي المحلب. وحطيت معلقه صغيره من الخميره ونص معلقه من البيكنج باودر. هي دي بس ما ظهرتش قدام الكاميرا، بس انا للامانه دي حطيت نص معلقه من البيكنج باودر. معرفش هي بصراحة راحت يعني او راحت فين مش عارفة. المهم يعني انا حطيت نص معلقة بالظبط من البيكنج باودر ومعلقتين كبار من السمسم. عايزة تكتري سمسم كتري. وزي ما قلت لكم بقى نقلب كل ده كده مع بعض، ونبدا بقى. خلاص السمنه بقى كانت بردت تماما، يا دوبك تحطي ايديكي تقدري تستحمليها. وهبدا بقى ايه، مش بارده تماما، تحطي ايديكي تستحمليها يعني هادي خالص يعتبر. ونبدا بقى نبس، وده اهم حاجه في الكحك هو البس. نبدا بقى نقلب كده زي ما انتوا شفتوا في الاول، بعد كده نبدا نبس زي ما انتوا شفتوا. واحنا بردك بنعمله كده. دي تاني كوبايه انا هحطها، زي ما قلت لك مش عارفه بالمعيار اللي هو الميزان يعني، هنعاير بالكوبايه. حطيت كده اول كوبايه، ودي كانت تاني كوبايه. ونبدا نبس، بندخل السمنه في الدقيق من جوه. كل حته من الدقيق هتلاقيها متشبعه بالسمنه. ده اللي هو اسمه البس. إيه، بصوا ما شاء الله بقى عامل زي الرمله، كان هيرمل اكتر. دي كده تالت كوبايه احنا حطيناها. زي ما قلت لكم الخليط بين الزبده البلدي والزبده الصفراء مديه نتيجه يا جماعه تحفه. لازم تجربوا بصراحه بالطريقه دي، جميله جدا. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله بدأ اللي هو خلاص. عايزه اقول لكم ما خدش نص كيلو كله. دي كده ربع كوبايه من الزبده. ما خدش المفروض من مفروض عيار اللي هو مظبوط 8 كوبايات هو من الدقيق، يبقى 4 كوبايات من السمنه. بصوا خلاص ما شاء الله طريه ولمت ازاي. فانا محتاجتش احط كمان الكوبايه الاخيره كلها، انا حطيت ربع كوبايه بس. يبقى انا حطيت قد ايه، 3 كوبايات وربع. بصوا ما شاء الله بقى عامل ازاي. فانتي بردك تكوني خدي بالك عشان نوع الدقيق بيفرق. ده كده بقى معايا نص كوبايه من الميه الدافيه. نوع الدقيق يا جماعه بيفرق. طبعا حطينا شويه وقلبناهم، عملت تكوري كده وتلاقي العجينه مش خلاص تعرفي لا لسه محتاجه ميه تاني تتلم. الميه دي هتلمها. ده كده كل ده من نص كوبايه ميه انا بديها شويه بشويه. وبنقلبه بردك، ما تنفعش تحطيها مره واحده، شويه بشويه تقلبي. النوع دي زي ما قلت لكم بيفرق جدا. في دي ممكن ما يقبلش اصلا معاكي. فانتي لو انتي ما تعرفيش النوع دي ده اخباره ايه، حطي 3 كوبايات من السمنه واصبري يعني وبسيه. عايز معاكي عايزه ما انت شفتيها كده العجينه كانت طريه. ده كده بقى معايا خلصت نص كوبايه. ده كده معلقتين كبار من الميه المورد، وحطيت عليهم حوالي معلقتين برده كبار بس الميه السخنه، عشان خاطر الميه المورده كانت في التلاجة. فانا طبعا عايزين تبقى حاجه دافيه. وهحطهم يعني كده دي يعتبر خدت بالظبط كوبايه الا ربع الميه بالظبط. وزي ما قلت لك انت معيار الميه بتاعي غير بتاعك، فانت تتحكمي فيه. يعني بايديك انت، او حطي ميه المورد الاول بعد كده سيبي الميه دي يعني وانت في الكوبايه حطي ميه المورد الاول، وخلي الميه دي للاخر عشان تعرفي بالظبط تتحكمي. بصي بقى كده خلاص ما شاء الله العجينه مفيهاش شقات. تكوري كده وتحطي صباعي، مفيش فيها شقات خالص ولا بتفتح كده. بصوا ما شاء الله وطريه وكانت جميله جدا. لو مش عايزه ميه المورد ما تحطيش يعني. بصي بقى كده تبداي اعملي بقى اللي هو بالمناقيش بتاعه الكحك. ابداي بقى اعمليها كده. ليه ان احنا بنعمل كده للناس اللي ما تعرفش؟ طبعا انا بقول للناس اللي ما بتعرفش.
او نعمل البسطامه دي عشان خاطر لما تيجي بعد كده بعد ما تعملي عايزه تحطي سكر، السكر بيفضل ثابت عليها. دي معلومه للناس اللي ما تعرفش بقولها يعني. بصوا بقى ما شاء الله رصينا بقى طبعا في الصينيه بالشكل ده. كحك البيكنج باودر يا جماعه، اللي بيتحط له بيكنج باودر ما بتسيبيش العجينه ترتاح، بنسيبه بتشتغلي على طول في العجينه، ما تسيبيهاش خالص، اوعي تسيبيها. اول ما تعملي العجينه ابداي اشتغلي فيها، وبعد ما ترصيها سيبيناه بقى يخمر بتاع حوالي ساعه كده. يعني بعد ما تعمل سيبيه يخمر لمده ساعه، وبعد كده دخلناه الفرن على 200 درجه اعلى من البسكويت، يعني فوق المتوسط بشويه، هيطلع معاكي باللون الدهبي الحلو ده اللي هو الدهبي باللون الفاتح. تاني اكد على المعلومه، ما تسيبيش الكحك بتاع البيكنج باودر بعد ما تعملي العجين، دي حاجه مهمه قوي فيه، ما بيخمرش بعد ما تعجنيه ما بيخمرش. طبعا سيبيه بقى يهدى، وابداي بقى احط له السكر. طب لو انا بقى عايزه احشيه يا جماعه، عشان بس نسيت اقول لكم، لو انا بقى عايزه احشيه، تحشيه بقى اي حاجه، عايز تحشيه بملبن، عايز تحشيه بعجوه، العجوه اعمليها ازاي؟ حط لها زبده، عايز تحط لها مكسرات حط لها وابداي ادعكيها كويس جدا، وابداي كوريه ومفتحي كده الكحكايه من جوه، وابداي احشيها براحتك، عايز تحشيها مكسرات طبعا احشيها، دي حاجه بقى ترجع ليكي. بصوا ما شاء الله مورق وجميل ازاي، فظيع بصراحه. زي ما قلتلكوا والله ده يبدو نتيجة السمنة مع الزبدة مدياله نتيجة جميلة جدا جدا، تحفة قوي.